السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ انا رجعت لكم بما ان البقدونس لسه فريش وطازة كده ويجنن، فقلت لازم اعمل معاكم الماسك عشان انا كنت هعمله دلوقتي، وقلت انا مش هعمله لوحدي، لازم اشارككم معايا. هنا البقدونس عندنا كمية كده، يعني انت تقدري تقدريها الكمية اللي تقضي وشك، ولو عايزة تحطيها على الكفين كمان هتحطيها في جلافز كده وتلبسيه زي ما احنا متفقين عشان يفضل ثابت على ايدك الفترة اللي انت هتحطي فيها الماسك. الاول قبل ما نبتدي نقول بسم الله ونستغفر ربنا مع بعض 3 مرات. استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. هنا علشان ما نطولش في الكلام هنبتدي. هنحط البقدونس هنا في الكبة. انا مش هقول لكم فوائد البقدونس لان هطول عليكم قوي. فوائد البقدونس انا قايله قبل كده في فيديو كنت عاملاه، شاي البقدونس، عامله مشروب يعني البقدونس، ممكن تشوفوه وممكن تخشوا على جوجل تشوفوا قد ايه ربنا حطت لنا نعم في البقدونس ده، واحنا قد ايه بنهمل ومش بنستعمله. وبصراحة ما شاء الله عليهم الشوام، اللبنانيين والسوريين وكده، في موضوع اكلهم للتبولة بصراحة حاجة رهيبة، يعني بياكلوا كميات بقدونس ما شاء الله. دي الكمية اللي حطيتها للبقدونس. احنا هنحط عليها ربع ليمونة، وهقول لكم دلوقتي فوائد الماسك ده ايه. هتخلطيها في كفة علشان تتقطع بس معانا في الاول، وبعد كده هنضيف عليها 2 معلقة كبار زبادي او ياغورت علشان يبقى عندنا يعني زي حاجة كريمية كده. وهنضيف عليه، يعني ده اختياري بس هو ممتاز، يعني معلقة مش مليانة قوي من العسل الابيض، عسل النحل. بالنسبة للعسل كتير لاحظت ناس بيسألوني ايه نوع العسل اللي انتي بتستعمليه او ايه العسل اللي انتي يعني جايباه. العسل انا كنت جايباه من مصر وانا جاية، ده من منحل عم زوجي، عنده منحل يعني، فانا كنت جايبة منه كتير علشان هنا يعني في بصراحة عسل كتير في السوبر ماركت، بس مش اصلي، كتير منه مغشوش، فالاضمن بجيبه من مصر وانا جاي. والزجاجة دي انا بفضي فيها العسل، يعني هو بيجي في برطمان بلاستيك، يعني علشان بيحطه لنا عم زوجي في برطمان زي كده علشان ما يتكسرش مننا في المطار او واحنا مسافرين. وانا بفضيه في الزجاجة دي، يعني بحس شكلها احلى. فان شاء الله انتي حتى لو هتستعملي عسل انتي يعني في السوبر ماركت مش واثقه قوي ان هو اصلي، ممكن يعني في ناس بيحطوا سكر للنحل علشان تعمل منه العسل، هو برضو في الاول وفي الاخر جاي من النحله يعني، فان شاء الله هيبقى فيه الخير برضو. هنطحن بقى المكونات بتاعتنا. احاول انزله من على الجناب، بس انا عايزه حاجه كريميه علشان اقدر احطها على وشي في نفس الوقت عشان المكونات كلها تتجانس. انت تقدري تطحنيه برضو في الخلاط. هو معلش بياخد وقت شوية في موضوع طحنه وتنزيله، بس الفوائد بتاعته تستاهل. الماسك ده بقى بيوحد لون البشرة، بيغذيها وبيديها نضارة،
ده عن تجربه يعني، انا ما بعملكوش حاجه غير لما ببقى جربتها. الوصفات كتيره ماليه الدنيا، ماليه جوجل، ماليه اليوتيوب، بس في حاجات كتير جدا جربتها ولقيتها ما بتديش النتيجه اللي بتتقال عليها، وفي حاجات جربتها بصراحه طلعت وهميه، زي وصفه الشعر، البقدونس بتاع الشعر، ربنا يجزاها خير، اول واحده عملت الوصفه دي. مش المهم مين عملها الاول، المهم ان الكل يستفاد، لان مش كل الناس بتشوف قناه معينه او قناه واحده. اهم حاجه الكل يحصل على الاستفاده، لان ربنا ما بيحبش اللي بيعرف علم ويكتمه عن الناس. ربنا ينفع بينا وبيهم يا رب. خلاص كده البقدونس ملا الدنيا. هنحطها بقى دي، هنفردها على وشنا. الوصفه دي لو عايزاها للهالات، جميله جدا للهالات السوداء تحت العين، هتشيلي منها الليمون. لو بشرتك حساسه هتشيلي منها الليمون، لكن لو بشرتك عاديه او جافه او مختلطه هتستعملي الماسك كده عادي زي ما هو. لو هتستعملي الهالات زي ما قلنا تشيلي الليمون، علشان الليمون تحت العين وكده يعني ممكن يكون المنطقه حساسه شويه والجلد رقيق. نضاره ان شاء الله تعمليها 3 مرات في الاسبوع، ما فيهاش اي ضرر. العروسه ممكن تعملها 4 مرات، ما فيش اي مشاكل. يعني على حسب الوقت بتاعك، على حسب انتي فاضيه ولا لا. هتكرري الوصفه، هتسيبيها على بشرتك تلت ساعه، لو تقدري تسيبيها نص ساعه خير، عشان تاخد كل الفوائد اللي في بشرتك، تاخد الفوائد اللي في الماسك، بشرتك يعني تمتصها وكده. ان شاء الله هيعجبكم جدا، زي ما حاجات كتير جربتوها هتعجبكم. عجبتكم؟ معلش انا مش مركزه شويه، الولاد بيتكلموا فمخليني متشتته شويه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هتعجبكم كتير. وانا ما بقولكوش على حاجه وبتطلع غلط ان شاء الله، لان انا بجرب الحاجه على نفسي مره واثنين وثلاثه وعشرة علشان اقدر اقولك هي حلوه ولا لا، هي تنفع ولا لا. ربنا ينفع بينا وبيكم يا رب، وبكل اللي بيقدم خير للناس. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.